تعالى اوريك جزء من تحضير العملية. بعد ما خدرنا القطة رحت انا عملت سكرابنج. التكنيشن بتفتح لي كيس الجون بدون ما تلمس اللي جواه، بنفتح الغلاف اللي فوق الجون وكده بنحافظ على الجون والفوط اللي معاه معقمين. بنشف ايدي بالفوط اللي مع الجون كويس قوي وبتاكد ان ايديا جفت بالكامل. بعدها ببتدي الجاونينج او يعني اني البس الجون بدون ما ايديا تلمسه من بره. التكنيشن هنا بتساعدني في تقفيل الجون من فوق، مسموح لها تلمس الجون من ورايا عادي. هنا ابتديت الكلوزد جلوفينج، ودي اكتر حاجه ممكن تكون ملعبكه في التعقيم، لان صوابع ايدك ما ينفعش تطلع بره الجون مهما كان. بتلبس الجلوفز وايدك محميه جوه الجون طول الوقت. كل جلوف من دول كان الهواء مشفوط من جواه جامد قوي لدرجه ان هو لازق في بعضه وانا بحاول افكه وايديا جوه الجون. قلت لك خطوه ملعبكه. هنا كنت انا نسيت تقفيل رباط الوسط، فممنوع عليها تلمس الجون، لكن تقدر تمسك طرف الكارت اللي في الرباط. ايوه الف كده وامسك الرباط بس وهي تشد الكارت وترميه. بعدها بتفتح اكياس الفوط اللي هنستخدمها في العمليه. بنبتدي نجهز ترابيزه الادوات قبل ما تفتح لي كيس عده الجراحه. تفتح هي الكيس وترمي الادوات من بعيد، وانا برتب عده الجراحه على حسب استخدامي في العمليه. بغطي طرف الايد بباندج معقمه، المكان ده انا مش هقرب له في العمليه فلازم اغطيه. كل حاجه بتتم من بعيد، التعقيم ما ينفعش يبوظ. بعدها الفوطه الاخيره اللي هغطي بيها القطه ما عدا مكان العمليه، عن طريق طبعا فتحه الفوطه. والتكنيشن هنا بتقطع الحبل بدون ما تبوظ التعقيم. نشيل العمود ده مش محتاجينه خلاص كده. كل السيرجيكال فيلد معقم بالكامل. دلوقتي بس اقدر ابتدي العمليه.